بيان صحفي صادر عن المجتمع الإيزيدي حول رفض واستنكار قانون العفو العام. باسم المجتمع الإيزيدي وضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا عام 2014 على يد تنظيم داعش الإرهابي، باسم المقاومة الإيزيدية التي قاومت وقاتلت هذا التنظيم في جبل سنجار، والأحزاب السياسية اليزيدية ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع، نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي أقره البرلمان العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، لما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى. ونحن الذين كنا نسعى خلال ال10 سنوات الأخيرة من إبادتنا في سنجار إلى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين، تمرير هذا القانون وبهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لإنصاف المظلومين والأبرياء داخل السجون، إلا أن هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضا نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية. هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش. علاوة على ذلك، فإن تمرير هذا القانون يشكل خطرا جسيما على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي. فكيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبنائها؟ لذلك نطالب فخامة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، كما ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بإداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية، وتأكيد إضافة المادة 9 من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021 الذي نص على شمول المتهمين بجرائم ضد الإيزيدية بالعفو العام أو الخاص، ونؤكد ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب. إن العدالة للضحايا الإيزيديين وضحايا سبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة. المجتمع اليزيدي، مدينة سنجار، 25 كانون الثاني يناير 2025.